العيالات كيقولوا الرجال ما كيفهموناش والرجال حتى هما كيقولوا نفس الهضره. داكشي علاش اليوم اختاريت نهضر لكم على سيكولوجيه الرجل، اشنو كيبغي الراجل في المراه. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليو كومونتير تعبروا فيه على الراي ديالكم. اشنو كيبغي الراجل في المراه؟ كاينين بزاف ديال الحوايج، ولكن انا ركزت لكم على اهم 5 ديال الحوايج. الحاجه الاولى واللي هي التقدير والاحترام. الراجل من بكري وعلى مر العصور تعرف على انه هو المسؤول على العائله ديالو وعلى المراه بصفه خاصه، هو اللي كيخرج، هو اللي كيتقاتل برا، هو اللي كيوفر لقمه العيش. والمراه كانت كتجلس في الدار وهي اللي كتقوم بالاشغال ديال الدار وهي اللي كتربي الدراري. من طبيعه الحال الوقت بدلات ولات حتى المراه قادره انها تخرج برا وتوفر لقمه العيش، ولكن العقليه ديال الرجل وسيكولوجيا هو عنده فكره انه هو المسؤول على العائله ديالو من الصغر، وهو كيتهيئ حتى الاسره ديالو كتهيئوا على انه هو اللي كيتقدم للمراه، هو اللي كيوفر المنزل. مثلا حنا كنعطيو مثال، هو المسؤول على واحد العائله اللي غيكونها وعلى المراه بصفه خاصه. فمقابل داكشي اللي كيدير الراجل على قبل المراه كيبغيها انها تقدر داكشي، انها تحترمو، تشكرو، تمدحو، كيعجبو ان المراه تحسو هو الحامي ديالها، هو المسؤول عليها. فمثلا الراجل نعطيو مثال بسيط، فمثلا الراجل فاش كيتقدى للدار كيعجبو ان المراه تشكر له هذيك التقديه اللي تقدى، كتقول له مثلا تبارك الله عليك، هادشي اللي جبتي زوين، مثلا كتعرف تقدى. هو كتعجبو هذه القضيه، كتزيد كتخليه يثق في راسو، كتزيد كتخليه يقدر يعطي اكثر ويقدر يكون سخي اكثر. عكس المراه مثلا اللي كيكون الراجل جاب ليها مثلا تقديه ما عجباتهاش، شي حاجه في التقديه ما عجباتهاش، ماشي هي هذيك، فمثلا تبقى تقول له اش التقديه، مثلا خويا كيتقدى احسن من هكا، مثلا بابا كيتقدى احسن من هكا، راجل اختي. هاد القضيه هذه ما كتعجبش نهائيا الراجل، فهو بطريقه غير مباشره الثقه في النفس كتنقص عنده، ما كيعجبوش الحال، ممكن ان تكون عنده رده الفعل اللي هي خايبه، وهذا الشيء كيسبب في مشاكل، في مشاحنات بين المراه والراجل. داكشي علاش مهم جدا بالنسبه للراجل التقدير والاحترام والاطراء من طرف المراه ومن طرف الاسره ديالو اللي كيسهر عليها. ندوزو للحاجه الثانيه وهي الوضوح في التعبير. الراجل سيكولوجيا واضح، فاش كيبغي شي حاجه ممكن انه يعبر عليها بكل سهوله، عكس المراه فهي كتراوغ. مثلا المراه الا كانت باغا شي حاجه كتحاول ما امكن تلمح للراجل وكتسناه هو يفهمها، ولكن في الغالب الراجل ما كيفهمش، كتلقاها محبطه مقلقه ما عجبهاش الحال. ممكن انه يلاحظ ويجي عندها يقول لها مالك، تقول له ما ماليش، كتبقى ما عجبهاش الحال، هو كيقول مال هاد السيده مقلقه، ما كيبقاش عارف نهائيا اشنو بها، ولكن هي كتكون مثلا لمحات ليه شي حاجه. نعطيو مثال ان المراه قرب عيد الميلاد ديالها، كتمشي مثلا للراجل كتحاول ما امكن دوز ليه بطريقه غير مباشره ان عيد الميلاد ديالها قرب وبالتالي خصها شي كادو. هو في الغالب ما كيفهمش، هي ما كيعجبهاش الحال. داكشي علاش الراجل كيبغي المراه تكون واضحه. مثلا قرب عيد الميلاد ديالك، غتمشي عنده نيشان غتقولي له عيد الميلاد ديالي قرب، خصني الكادو الفلاني. مثلا غتقولوا لي ان الكادو الا طلبتيه ما غاديش تبقى عنده قيمه، ولكن هذا الشيء غير حيت تبرمجنا عليه. شنو هو الفرق في انني مثلا نتسنى الراجل حتى يفهم هو وشوف واش يفهم ولا ما يفهمش باش يجيب لي كادو عاد انا نحس بالفرحه، وبين انني نمشي عنده مثلا ونقول له راه بغيت الكادو الفلاني تجيبوا لي في عيد الميلاد ديالي. حنا غير كنعطيو مثال، حتى هذيك غتحسك بالفرحه، يكفي انه يلبي لك هذاك الطلب فتحسي بالفرحه. ولكن للاسف حنايا حيت كنشوفوا مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، كنشوفوا المسلسلات، الافلام، كيرسموا لنا هذاك الرجل المثالي اللي كيفهم لراسو وكيجيب الكادوات للمراه بدون مثلا ما تقول ليه وبلا ما تلمح ليه. للاسف هذا الشيء غير حيت تبرمجنا عليه وغير حيت كنشوفوه بزاف، يعني بطريقه غير مباشره كنلقاو راسنا اننا كنقلدوهم. داكشي علاش كوني واضحه في التعبير، والراجل كيبغي المراه اللي كتكون واضحه في التعبير، هكا كيتفاداو بزاف ديال المشاكل. وكما قلت يكفي ان الراجل يلبي الطلب للمراه، مثلا شي طلب طلبته لي ماشي غير في ما هو مادي ولكن حتى في ما هو معنوي. قد ما كانت المراه واضحه في التعبير قد ما كينقصوا المشاكل، قد ما الراجل كيلقى راحته اكثر. ندوزو للحاجه الثالثه واللي هي الثقه. من طبيعه الحال بزاف ديال العيالات غيقولوا لي كلشي الا الثقه في الراجل، ولكن الثقه هي اساس نجاح العلاقه بين الرجل والمراه. الراجل سيكولوجيا كيبغي المراه اللي كتثق فيه، المراه الذكيه الثقه في راسها الا ثقت في الراجل كتكون عارفه علاش ثقه فيه، والراجل كيقدر ثقه هذيك المراه اللي كتثق فيه. من طبيعه الحال كنهضروا على الثقه من كاع الجوانب، الثقه فيه على انه قادر يدير بزاف ديال الحوايج وعنده القوه باش يديرهم مثلا، والثقه بالنسبه للعلاقات والخيانات الى اخره. وديروا
ديروا في بالكم ان ماشي كاع العيالات كيتخانوا وماشي كاع الرجال كيخونوا، الناس فيهم وفيهم، وكاينين بزاف ديال الرجال اللي مستحيل يخونوا عيالاتهم، وكاينين بزاف ديال العيالات اللي متاكدات من هذه القضيه. المراه اللي كتكون تايقه في راسها وكتكون تايقه في الرجل اللي معاها، ولكن للاسف المراه اللي كتكون نقدروا نقولوا ضعيفه شخصيا، ما تيقاش في راسها بزاف، عندها عقد ممكن او لا تجارب كانت فاشله، فهاد المراه في الغالب كتلقاها تبع الرجل من بلاصه لبلاصه. فين كنتي، شكون هضر معاك، شكون صونع عليك، كتبقى تقلب ليه في التليفون ديالو، وهذا الشيء كيخلق مشاكل. ممكن انه يشرح ليها المره الاولى، يشرح ليها المره الثانيه، ممكن انه يتجاهلها حيت الراجل ما كيبغيش الهضره بزاف سيكولوجيا هكا داير، خصوصا الا كان عيان، الا كان مثلا عنده مشكل في الخدمه، فغيتجاهلها وغيخليها هكاك محبطه ما عجبهاش الحال. وممكن هاد التصرفات هما اللي غيدفعوا الراجل يعرف مرا اخرى للاسف. داكشي علاش بالنسبه للراجل مهم جدا ان المراه تثق فيه. هو فاش كيكون في علاقه مع المراه اللي كتثق فيه كيكون مرتاح اكثر وكيقدر هذيك المراه اللي كتثق فيه. من طبيعه الحال كاينين استثناءات، وما كيعنيش هذا الشيء الا شتي شي حاجه تدعي للشك انك تسدي عينيك وتقولي لا انا خصني نثيق، الراجل كتعجبو الثقه، هذاك موضوع اخر نهضروا عليه من بعد. ندوزو للحاجه الرابعه واللي كيبغيها الراجل في المراه، وهي الوقوف معاه في السراء والضراء. حنا عارفين ان الاكثريه ديال العيالات كيوقفوا مع الرجال في الحلوه وفي المره، وهذه القضيه هذه كيقدرها بزاف الراجل وكتعجبو هذيك المراه اللي كتبقى واقفه معاه في اي ظرف كان. الراجل اللي كيكون عارف ان المراه اللي معاه عليه هو كشخص وعلى قلبه وعلى طموحاته وعلى افكاره، ماشي حيت عنده مثلا خدمه معينه ولا حيت عنده الفلوس ولا حيت عنده طوموبيله معينه، ما عمرو كيخاف انها تمشي شي نهار تخليه الا مثلا طاح في شي مشكل، كيكون متاكد انها ديما معاه، وهذا الشيء اللي كيخليه مرتاح وما كيخافش نهائيا من الرفض او من الفشل. بالعكس حتى الا طاح شي طيحه مثلا وقع ليه شي مشكل كيكون قادر انه يرجع يوقف من جديد، حيت عارف معاه امراه ديال الصح. كما كيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، عكس المراه مثلا اللي كتكون مع الرجل على شي حاجه عنده، مثلا على نوع الخدمه ديالو، على اي حاجه اللي هي ماديه، فبمجرد انه كيطيح مثلا بشي مشكل كيوليو المشاكل في الدار. ممكن انها كتولي كتنكر علاش درتي علاش ما درتيش، ما كتبقاش نهائيا كتحسوا انه راجل ديال الصح وانه قادر يعاود يوقف على رجليه، وهذا الشيء اللي كيخليه كيفقد الثقه في النفس ديالو، كيبقى خايف، ما كيبقاش نهائيا مرتاح. ممكن انه يبقى في هذه العلاقه اللي هي كتولي سامه. داكشي علاش الراجل مهم جدا بالنسبه ليه ان المراه تكون واقفه معاه. خلاصه هذه النقطه، سواء المراه ولا سواء الراجل، فاش يكونوا داخلين في علاقه بعضياتهم على قلوب بعضياتهم عليهم هما كشخص، فاي ظرف كما بغى يكون نهائيا ما كينهيش العلاقه، وكونوا متاكدين ان اي حاجه كدوز وكل شيء ممكن يتبنى من جديد، كيبقى الاساس هو هذيك العلاقه الزوينه. واخيرا نهضروا على النقطه الخامسه وهي المظهر. كلشي غيتفق على هذه القضيه ان الراجل كيعجبو المظهر اكثر، حيت سيكولوجيا هو هكا داير، كيعتمد على الصور، عكس المراه انها كتعتمد اكثر على السمع. داكشي علاش الراجل كتجذبو اكثر وكيبغي اكثر المراه الانيقه اللي مهليه في راسها، ماشي ضروري تكون دايره مكياج كل نهار ولا لابسه شي لباس معين كل نهار، ولكن يكفي انها تكون مهليه في راسها، انيقه في حدود المعقول من طبيعه الحال. ماشي غير على قبل الراجل، ولكن المراه فاش كتكون مهليه في راسها هي براسها كتكون مرتاحه وعاجبها راسها ونفسيتها مرتاحه اكثر. من طبيعه الحال كيكونوا الاوقات اللي ما كيكونش قادر بنادم انه يقاد راسو، مثلا المراه فاش كتكون الله يحسن العوان حامله ولا يلا عندها بيبي جديد، ما كتلقاش له وقت حتى مثلا حتى الابسط الحوايج، كتبقى كتمنى غير انها فين تلقى شي وقيت تنعس. كاينين استثناءات من طبيعه الحال. اهم حاجه ان الراجل ولا المراه يبغيو بعضياتهم كما قلنا في السراء والضراء، في الحلوه وفي المره، باش هكا كتبنى واحد العلاقه اللي هي متوازنه ومريحه، سواء الطرفين المراه وراجلها وحتى وليداتهم كيكونوا مرتاحين اكثر فاش كيشوفوا واحد التفاهم بين باباهم وماماهم. نتمنى الموضوع ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في الموضوع الجاي، تبقاو على خير، السلام عليكم.